السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناة المواقيد للأخبار الحصرية، قناة يوميات عماد وداليا. أنا برضه دلوقتي هقول لكم معلومة قمة الأهمية. ماشي. أولا، النهارده في ناس بتقول لك إيه، العربية بتاعتي ما خلصتش 3 سنين بس عايز أروح أرفع الحظر. اللي أنتوا أصلا مش عارفينه عن القانون إن قانون المعاقين بيقول حاجة واحدة وبينص على حاجة واحدة، اللي هي ايه؟ عربية المعاق لا يقودها الا مالكها، تمام؟ او بمرافق. المرافق دوت يفضل يبقى مذكور في الرخصة، بس القانون برضه بينص على ايه؟ ان العربية ديت في خدمة المعاق، فلازم العربية طول ما هي متحركة يبقى المعاق موجود فين؟ موجود في العربية. دي مهمة قوي، لان في ناس بتظن ان هي طالما دفعت الجمرك قبل 3 سنين تمشي بالعربية براحتها. الكلام ده غلط. القانون بينص ان انت حتى لو رفعت الحظر اول ما جبت العربيه لازم العربيه تقعد 3 سنين باسم المعاق. فطول ما هي باسم، لا مؤاخذه، باسم المعاق، لازم وهي بتتحرك يبقى المعاق موجود فيها، حتى لو كان القائد درجه اولى. تمام كده؟ طيب دلوقتي يا عم احمد احنا رفعنا الحظر، ايه اللي هيتم؟ اقول لك يا بابا. اول حضرتك هترفع الحظر، تمام كده؟ خليكم معايا ثواني يا جماعه بعد اذنكم. لا مؤاخذة يا جماعة، ماشي، كان واحد بيكلمني، تمام كده؟ فالنهارده العربية طول ما هي باسم المعاق، حتى لو رفعت الحظر، لازم العربية تقعد 3 سنين باسم المعاق، وما ينفعش تتحرك بيها لوحدك، لأن القانون بينص إن العربية المعاق فلازم يبقى متواجد فيها. طيب إيه الحل يا عم أحمد؟ بعد ما العربية تتم 3 سنين من تاريخ ما طلعت من الجمرك وأنت رفعت الحظر، خلاص بتروح بقى تقدر تنقل ملكية لنفسك بعد ما تم ال3 سنين. تمام؟ انت امتى تركب العربيه بتاعت المعاق؟ براحتك، طالما انت رفعت الحظر بعد العربيه ما تتم 3 سنين، ساعتك بتروح بقى تجيب اللي هو حاجه كده افاده ان انت العربيه مالهاش اي رسوم خاصه او عليها رسوم خاصه بالجمارك. حلو الكلام؟ والمعاق بيبيع لك العربيه رسمي. ماشي؟ بس كده. يلا عشان تاخدوا بالكم، عشان ما حدش يقع تحت طائله القانون يعني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع السلامه.